هو الراجل اللي اغتصب الطفل بتاع البحيرة ممكن ياخد براءة في القضية؟ سؤال اتطرح كتير جدا، خصوصا بعد الحكم اللي صدر ضده من محكمة جنايات دمنهور يوم 30 اللي فات بالحبس أو بالسجن لمدة 25 سنة سجن مؤبد. طيب، الراجل ده دلوقتي ما قداموش غير الاستئناف. طيب الاستئناف ده قدامه فيه 3 سيناريوهات ملهمش رابع. ايه ال3 سيناريوهات اللي قدام الراجل بتاع البحيرة؟ اول حاجة ان هو لما يتنظر الاستئناف بتاعه يترفض ويتأيد حكم اول درجة، وبالتالي هيكون كده اتأيد عليه الحكم ب25 سنة. او ان هو الاستئناف بتاعه هيتقبل، وفي الحالة دي ممكن تنزل العقوبة ل15 سنة ل7 سنين على حسب ما القاضي هيحدد في حالة وجود أدلة جديدة. طيب، رقم 3 ان المتهم ده ياخد براءة. ياخد براءة، أنا هنا مش بقول ان هو بياخد براءة، ولكن قد تظهر أدلة جديدة تخلي ان المتهم ده ياخد براءة. طيب، اتحكم في الاستئناف سواء للراجل العجوز ده او لأهل الطفل. اي حد فيهم مش هيرتضي الحكم. يعني هنفترض مثلا اتأيد على الراجل المغتصب ده حكم ال 25 سنة. طب هو كده مش هيرتضي الحكم ده، في الحالة ده هيعمل ايه؟ هيطعن على الحكم بالنقض. طيب لو هو خد براءة، من حق اللي هم اهل الطفل الصغير ان هم يطعنوا بالنقض على الحكم ده، وفي الحالة دي هيبقى حكم النقض حكم نهائي سواء بالبراءة او بالإدانة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.